سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولهذا فشكرا لكل من دعمنا ولو حتى بمشاهدة. بكم نرتقي ولأجلكم سنصبح الأفضل. بعد نهاية كلامهم وراح يودورا بيخرج شين من عالم الكوابيس هو كمان، ولكنه هو بيعمل كده بيتفاجأ بحاجة غريبة بتحصل وهالة عجيبة بتظهر. شين بيبص وراه عشان يفهم اللي بيحصل، ولكن صدمته بتزيد بما انه بيلاقي عظمة معلق في الهواء ومش راضي يدخل جوه الخاتم الفراغي. النظام بيكلمه لحظتها وبيقول له مبروك، انت نجوت من اكتر من موقف صعب وقدرت انك تحصل على الثقة الكاملة من البشر وكمان برضه من فصيل الانديد. للسبب ده واخيرا حصلت على لقب واحد مننا للمرة الثالثة، وعشان تبقى عارف فانت اول بشري تقدر تعمل كده على مر التاريخ. بالنسبة للمهارة المخفية اللي كلمتك عنها فهي تطور البوابة بتاعتك، وبالتالي تم فتح مهارة جديدة وهي ايقاف الزمن من الرتبة البدائية. بس قدرة ايقاف الزمن بتسمح له انه يوقف الزمن لمدة 3 ثواني بالظبط، وكمان لازم يستنى اسبوع كامل بين كل استخدام والتاني. النظام بيطمنه انه يقدر يطور المهارة دي، ومع الوقت هيزيد وقت الايقاف الزمني، وكمان في كل مرة يحصل على لقب ازرق او اعلى فالبوابة بتاعته هتحصل على قدرة جديدة. الزمن بيرجع يشتغل من تاني وبيدخل عظمة اخيرا جوه الخاتم، وبيطمن النظام بطلنا ان دي كانت مجرد تجربة مجانية للقدرة الجديدة. بيقرر بعدها انه يستهلك او يلتهم لقب واحد مننا للمرة الثالثة، وبيحصل على 3 نقاط وبعدين بيستعد للنوم. المصيبة انه قبل ما ينام بالظبط بيتفاجأ بشيان بيخبط على باب غرفته وبيقول له اصحى يا اسطى عشان احنا المفروض نتحرك في الحال. شين بيقوم يركب الطيارة معاه بالفعل، وهناك بيحاول ينام ولكنه مش بيعرف بما ان زيو بتبعت له رسالة وبتقول له انها داخلة الاختبارات برضه وعايزة تقابله هناك. شين بيستغرب وبيسأل نفسه ازاي نجحت زيو انها تتأهل بالظبط، والاغرب في الموضوع ان شعرها لونه بنفسجي غريب وشكلها مختلف شوية. عشان يفهم اللي بيحصل بيسأل شيان لو كانت في بنت من مدرسته تأهلت للاختبارات برضه. شيان بيرد عليه بالإجابة وبيقول له إنها كانت موهبة مخفية، وإن منظمة الآثار كانت بترعاها من البداية عشان تدخل الاختبارات باسم منظمتهم. شين بيقول في نفسه إن منظمة الآثار تعتبر واحدة من أقوى المنظمات في العالم، بما إنها بتهتم بفحص الأنقاض والبحث عن بقايا الحضارات القديمة. الغريب في الموضوع إن زو كان شكلها عبيطة وكانت بتحاول تصاحب أي حد من عيلة نبيلة، ولو كانت بجد تبع منظمة قوية زي دي فما كانتش هتعمل كده. عشان يفهم أكتر عن الموضوع بيقرر إنه يكلم شياو ويسألها، مع إنه من جواه حاسس إنها مش هترد عليه بعد ما خلاها تبكي. على عكس ما توقع فشياو فعلا بترد عليه، فبيسألها شين على طول لو كانت تعرف زاو. شياو بترد عليه وبتقول إن زاو ماتت على إيد الحاصد امبارح بالليل. شين بيتفزع وبيقول لها إزاي الكلام ده وهي لسه مكلماني عشان تقابلني، وساعتها شياو بصوت عالي بتسأله هو فين بالظبط حاليا. شين بيقول لها إنه راكب الطيارة وبيتحرك ناحية الاختبار، وبتتفق شياو معاه وقتها إنهم يتقابلوا سوا لما يوصل هناك. شيان بيقول له احنا هنوصل خلال 10 ساعات، فبيبلغ بطلنا شياو بالكلام ده، وبتطلب منه ما يحاولش يقابل زاو بأي شكل لأنه لو عمل كده احتمال يموت. بمجرد ما بيقفل بطلنا معاها بيبلغوا شيان إنه لازم يخلي باله كويس لأن قوة شياو زادت جامد وهيكون من الصعب التغلب عليها. أصل امبارح الفجر فيه هالة نية سيف قوية انبعثت من جنب النهر الأبيض، واكتشفنا بعدها إن دي كانت هالة اختراق شياو للمستوى التالي. شين بيفهم من كلامه إنها استخدمت لقب حارسة النور في الاختراق، وإن مستواها الحالي في استخدام السيف أصبح عالي جدا. شياو من عائلة نبيلة، والعائلات النبيلة ليهم مدارس خاصة، والمدارس دي بتعلم الأطفال الفنون القتالية من سن صغير جدا. شين بيكون حزين لأنه ما يعرفش غير بس أساسيات الفنون القتالية بما إنه كان طالب عادي وبيدرس في مدرسة عادية. شيان بيفكر إنه قال له قبل كده إن في فجوة كبيرة بينه وبين الطلاب دول، بما إنه مش هيبدأ يخضع لنفس نوع تدريباتهم غير في المدرسة الثانوية. وسط الشعور بطلنا بالإحباط بيفكروا شيان إنه من عائلة نبيلة برضه. بيقول له ما تخافش لأنك ممكن تكون ما حصلتش على تدريبات خاصة زيهم، ولكن منظمتنا القتالية هتدعمك بكل ما تملك عشان تقدر تحصل على أول مركز. شين بيحاول ينام بعدها، ولكن بتجيله رسالة من المستفزة زاو وبتطلب منه فيها يقابلها ويروحوا الاختبارات سوا.
شين بيبعت لها صورة قديمة لحظتها عشان يخليها تبعد عن دماغه، وبيقول لها انه في جيان حاليا انه مش هيركب الطيارة اليوم وهيتحرك بكرة او بعده لسه. المصيبة انه لما بيقول لها انه في جيان بتبعت له صورة بعد ثواني وبتقول له انها هي هناك موجودة حاليا بالصدفة البحتة. شين بيقول مستحيل الموضوع ده يكون مجرد صدفة بس. بيبعت لها رسالة تانية وبيقول لها انا مشيت انا وصاحبي للاسف ورحنا معبد نانشان عشان نستمتع شوية قبل الاختبار. بعد دقايق معدودة بتبعت له هي كمان صورة وهي جنب المعبد ده وبتقول له ايه رأيك نتغدى سوا يا اسطى. شين بيتفزع وقتها طبعا لان المسافة بين المكانين اكتر من 60 ميل، وبيسأل نفسه ازاي زاو وصلت للمعبد في ثواني بس. للاسف قبل ما يفكر في الحوار بيلاقي عينيه بتغمض فبيقرر انه ينام حاليا. لو روحنا احنا بقى لمعبد نانشان فهنسمع صوت زاو بس موجود جواه. السبب في كده انها لما وصلت هناك خلصت على كل البشر اللي كانوا في المعبد ده بما انها محتاجة تتغذى عليهم وكمان عشان تسهل عملية البحث عن شين. على ذكر شين بقى فبنشوف لحظتها الاحلام بتاعته واللي تعتبر كوابيس. ما هو بيفتكر اليوم المنحوس اللي كانت فيه يونا واختها بيجروا من الكلب الوحشي وما حدش كان بيحاول يساعدهم رغم وجودهم في منطقة آمنة نسبيا. شين الجدع لحظتها جري عليهم ووقف قدام الكلب مع انه كان ضعيف، وطبعا اللي عمله ده عصب الوحش وهجم عليه وسبب له جراح بليغة. شين بيغمى عليه ولما بيفتح عينيه من تاني بيشوف اهله واقفين جنبه وكمان البنتين كانوا مستنينه عشان يسلموه كروت شكر وتمنيات بالشفاء العاجل. شين شكرهم جامد على اللي عملوه. بعد فترة مشيوا البنتين وخرج يودعهم، ودي كانت اخر حاجة شافها بطلنا في الحلم لان شيان بيصحي بعدها على طول. فور استيقاظ شين بيكون في سؤال واحد بس شاغل باله وهو يا ترى ايه شكل البنتين بعد مرور 10 سنوات. بطلنا بيقعد ياكل بعدها ولما بيخلص بيكون عايز يكمل نوم طبعا، ولكن افكاره بتنقطع لما بينادي عليه واحد وبيساله لو كان ينفع ياخد بقايا الطعام. بطلنا بيسأل شيان هم ليه بيجوعوا العيال بالشكل ده مع انهم بياكلوه هو حلوة. شيان بيقول له انا ماليش دعوة بيه لان منظمتنا فيها 11 قسم مختلف والطيارة دي عليها قسمين غير بتاعنا وهم التسليح وقسم الخلود بتاع اشباه الرهبان. الواد الجعان بيرفع ايديه وقتها وبيقول لهم انه تبع قسم الخلود الفجر، ولكن افكاره بتنقطع لما بينادي القائد بتاعه عليه باسم جو بيقول له يمشي. القائد نفسه بيكون اسمه صاي ولما بيشوف شيان بيسلم عليه بكل برود وبيقول له ما توقعتش انك هتقدر تلاقي تلميذ اخيرا بعد كل السنين اللي فاتت. شيان بيقول له ان ده الطبيعي، ولكن اللي مش طبيعي هو ان راهب زيه ضم 7 طلاب للقسم بتاعه خلال وقت قصير جدا. عشان يقدروا يتكلموا مع بعض بيطلبوا من شين وجو يغوروا في داهية، وبيبلغ شيان بطلنا ان الكبار لما يتكلموا الصغيرين ما ينفعش يقعدوا يسمعوهم. شين بيتعرف على جو بعدها اكتر وبيساله لو كان حابب يلعب بولينج. جو بيرفض وبيوضح له انه لما طلب منه اكل من شوية عمل كده بس عشان الكارت اللي في ايديه. الكارت اللي معاه بيكون مطلوب منه فيه يعمل مهمات، واحدى المهمات كانت انه ياكل من اكل 7 طلاب تانيين. شين بيساله يطلع ايه الكارت ده بالظبط فبيمنحه جو واحد هو كمان. الطريقة اللي بيعمل كده بيها بتكون اشبه بالخدعة السحرية، ولكن جو بيوضح له ان دي بطاقات بتاعت مدارس النخبة ال3. لو قدر انه ينفذ المهمات دي هيتحط اسمه في مجموعة اوراق اللعب بتاعت المدارس دي. المهمة المطلوبة من بطلنا بتتكون من جزئين، اولهم بيكون انه يخلي 6 اشخاص يشاركوا في حدث هو اللي بيستضيفوه. قبل ما شين يعمل اي حاجة بيسأل جو هكسب ايه لو اصبحت جزء من اوراق اللعب يعني. جو بيقول له ان برج الطارو هو صاحب البطاقات دي كلها وهو برضه منظم الاختبار ده، ولو عارف انه ينجز المهمات فهيحصل على معلومات حصرية بخصوص الاختبار. بيوضح لبطلنا انه كل ما ينجز مهمات اكتر هيرفع من تقييمه وترتيبه في اوراق اللعب. ارتفاع تقييمه ده هيمنحه معلومات قيمتها اعلى، وكمان هيخلي كل المنظمات الكبيرة تلاحظ وجوده وتهتم بيه. كلامه ده بيخلي شين يركز جامد على أول مهمة، والمشكلة اللي بتواجهه هي إنه لازم يخلي الطلاب يشاركوا في الحدث اللي هيعمله من غير ما يعمل أي دعاية. عيون شين وقتها بتروح ناحية فتحة التهوية الموجودة في السقف، وبيقرر يعمل مع جو مسابقة على مين فيهم يقدر يلمسها الأول. جو بيحب التحديات وعشان كده بيسمع كلامه وبيحاول يلمسها ولكنه بيفشل، وساعتها شين بيحاول يستفزه وبيقوله أنت كنت بعيد عن الفتحة جدا للأسف. عشان يقنع جو بإعادة المحاولة بيتظاهر إنه بيحاول يقفز تجاهها برضه ولكنه بيفشل. الحماس اللي هم فيه بيجذب أنظار الطلاب ناحيتهم وبيبدأوا يفهموا اللي أبطالنا بيعملوه، ولكنهم بيكونوا شايفين إن لمس فتحة التهوية مستحيل بسبب ارتفاعها. لكن طبعا رأي حلاوة بيكون مختلف تماما عن
عن الأشخاص دول كلهم، وبيقول لهم إنه يقدر يلمسها بسهولة لأنه فاجر، وده بيخلي الطلاب يتعصبوا لأنه متكبر. واحد معروف باسم شانج بيقرر إنه يحاول هو كمان لأنه بيحب التحدي. مع بداية محاولة شانج بيجتمعوا الطلاب حواليه عشان يجربوا هم كمان، في حين ما كان شين بيحتفل وبيقول الدنيا هنا سهلة أوي بجد. وبما إنه خلص المهمة الأولى فبيقرر إنه يدخل في المهمة التانية على طول، واللي فيها لازم يقنع 12 شخص يشاركوا في فعالية برضه، ولكن المرة دي لازم يعمل دعاية. شين بالفعل بيبدأ ينادي على كل الطلاب الموجودين وبيقول لهم إن قسم الفنون القتالية عامل فعالية خاصة عشانهم كلهم. بيبدأ يوزع كروت عليهم بعدها مكتوب فيها كل أنواع المعاكسات بتاعة البنات، وبيقول لهم المنظمة بتحاول تحميكوا بس من البنات الغدارات. شينج الحزين بيلاحظ إن في واحدة قالت له كلمة منهم قبل كده يا صديقي. الكلمة دي كانت معاكسة استفزازية وهي لو عندك عضلات بطن بجد وريهاني يا اسطى. وللأسف شينج وقع في الفخ ووراها عضلاته من وقتها وهي مش راضية تسيبه في حاله. شين بيلعب دوره صح وقتها وبيقول له انت اتضحك عليك يا اسطى، ولو بجد مش عايز يتم استغلالك من تاني فلازم تركز معايا وتتعلم ازاي تحمي نفسك وجسدك. الطلاب بيتلموا حوالين بطلنا من تاني وبيسألوه عن مختلف انواع المعاكسات، بما ان كل واحد منهم عايز يعرف يرد على الحاجات دي ازاي بالظبط. شين بيستغل الفرصة وبيديلهم كورسات في المحبة حبة حبة لحد ما بيقدر يخلص المهمة التانية بتاعته واخيرا. اللي بيحصل ده كله طبعا بيتم مراقبته من شيان وصاي، واللي بيكونوا فاهمين انهم اكيد مركزين على حوار بطاقات اللاعب. صاي بيقول له شكلك لقيت شخص مخادع وذكي المرة دي، بما انه خلص مهماته كلها بسرعة رغم صعوبتها. اعلى طالب عند صاي بيكون عارف انه يجمع 4 نجوم في اوراق اللاعب، وعشان كده بيتحدى شيان ان شين هيتخطى الطالب ده. شيان بيسأله عن سبب اتخاذه لتلاميذ كتير السنة دي عن كل مرة، وبيرد عليه صايب ان في كارثة ظلامية من الرتبة ايه حصلت، وفي الكارثة دي ماتوا ابطال كتير والتلاميذ دول يبقوا اولادهم. شيان بيقول له حلو اللي انت عملته، ولكنك عارف ان الاختبار ده خطر، وبالتالي في احتمال ان تلاميذك يموتوا زي اهاليهم بالظبط. صايب بيقول له انا ماليش دعوة بالكلام ده كله يا اسطى، لاني بس بنفذ الاوامر زيك بالظبط. شين بيبعد عن بقية الطلاب بعدها لما بيلاحظ ان صورة الكارت بتتغير. الصورة الجديدة بتكون شين وهو ماسك دماغ عظمة في ايديه ومكتوب عليها انه من منظمة الفنون القتالية وعدد نجومه الحالية 0. من النظام بتاع الكروت بيعرف انه كده لسه مرشح بس، وعشان يتم تسجيله بشكل رسمي فلازم يخلص مهمات ويرفع تقييمه لنجمة واحدة على الأقل. لو تم تسجيله بشكل رسمي وحافظ على حالته دي لحد نهاية الاختبار فوقتها يقدر يضمن انه هينضم لواحدة من المدارس ال3 الكبار. شين بيتصدم وصدمته دي بتزيد اكتر لما بيعرف ان عدد الاماكن المتاحة لتسجيل الطلاب رسميا هم 54 مكان. شين بيسأل النظام عن عدد الممتحنين السنة دي فبيعرف انهم حوالي 3500 شخص، ومنهم 1700 شاركوا في حوار البطاقات، ومن الاشخاص دول حوالي 100 بس مش من عائلات نبيلة. شين بيتفزع من الرقم وبيقول ان العائلات النبيلة فعلا مستحوذة على كل حاجة حلوة، بما ان 100 شخص العاميين دول مستحيل يفوزوا. شين بيبحث في البطاقات عن شياو واللي بيندهش لما بيشوفها، بما انها بتمتلك تقييم 5 نجوم بحاله. عشان يعرف عنها اي معلومات لازم يوصل ل5 نجوم زيها، ولكنه بيكون مصدوم لان صورتها جامدة في حين ان شكله في الصورة زي الاشرار. بيضيف شياو بعدها كصديقة، وقتها بيبلغوا النظام انه يقدر يكلمها لما تقبله. شياو بتقبله فعلا وبتتواصل معاه وبتسأله عرفت حوار البطاقات منين، وبيوضح لها شين ان في واحد جدع مش زيها قاله عليها. شين بيكون حزين من شكله الشرير في الصورة وبيحاول يسألها لو كان ممكن يغيرها، ولكنها بترد بالنفي. شين بيدخل بعدها يشوف الترتيب الحالي واللي فيه أصحاب أول 54 مركز، وبيكون مستغرب لأن شياو في المركز الخامس بس رغم قوتها الكبيرة. صاحب المركز الأول بيكون من عائلة نانجون واسمه سيرو، واللي بيكون الوحيد اللي بيمتلك 6 نجوم في القايمة كلها. شكله بيكون عامل زي البنات، فبيقول شين إنها بنت جميلة جدا بالفعل، ولكنه لما بياخد باله من كلمة الابن الأكبر لعائلة نانجون بيكون مفزوع. شين بيحاول يصلح نظرتنا ليه وبيقول مش أنا اللي ألوان يا جدعان، وإنما هو اللي عامل حاجات كتير في نفسه ومهتم بشكله أكتر من البنات نفسهم. طبعا محدش مننا مقتنع بكلامك يا عم شين يا ملون، ولكن عشان نمشي الحكاية هنعمل نفسنا مقتنعين وخلاص. شين بعدها بتجيله فكرة عشان يرفع من تقييمه بشكل أسرع، وبيقرر يستخدم تقنية موجة صقيع القمر مع إنها لسه مش مكتملة للأسف، بما إنه جمع 3 مهارات بس من أصل 4 حاليا. فور نهاية خطواته دي كلها بيبلغوا نظام
نظام الكروت إنه شاف كل حاجة وإنه عارف التقنية دي ولو اكتملت هترفع من فرصة فوزه في الاختبار جامد ده. النظام بيكمل وبيبلغه إنه كده وصل لرتبة نجمة واحدة وأصبح مسجل رسمي، وحصوله على نجمة بيخليه يقدر يرفض أي تحدي مرة بس كل ساعة. صورة شين بتتغير هي كمان لما بيرتفع تقييمه، ولكنه بيكون حزين وبيقول الصورة الأولى كانت أرحم. أفكاره مع نفسه بتنقطع لما بيجيله طلب صداقة من صاحبه شانج وجاو، واللي بيكونوا مندهشين وبيقولوا له إنه طلع فاجر بجد وتخطى كل توقعاتهم، بما إنهم لسه ما خلصوش المهمات بتاعتهم ولا أصبحوا مرشحين في لائحة الكروت حتى. بمجرد ما بيقفل معاهم المكالمة بيتفاجأ بشيان بينادي عليه وبيقول له أنت كده بقيت فاجر بجد، وحتى لو طلعت من التصنيف بعدين هتكون المنظمات الكبيرة لاحظت وجودك خلاص. شيان بيقرر ينهي الكلام في الموضوع ده بما إنهم اقتربوا من وجهتهم، واللي بتكون جزيرة طايرة في الهواء وتعتبر ميناء جوي. الميناء ده مش هم اللي صنعوه أبدا، وإنما يعتبر جزء من إحدى الحضارات القديمة، وفيها أجزاء كتيرة على الجزيرة دي كمان ما تمش استكشافها حتى الآن بشكل كامل. فوق ده كله فهي كمان عليها واحدة من مدارس النخبة الثلاثة المشهورة جدا. المدرسة دي هي مدرسة جيالان اللي بتختص بالآثار القديمة، وسبب وجودها هنا هي رغبة أصحابها في فحص أنقاض الجزيرة بشكل كامل. شيان بيمنح بطلنا بعضها بطاقة تعريف كممتحن وبيقول له دي هتخليك تتحرك بحرية، بس خلي بالك ان تحركاتك هيتم تسجيلها وتقييمها بشكل كامل، وهيستمر الوضع على الحال ده لحد بكرة بالليل، واصحاب اعلى التقييمات هيحصلوا على جوائز جبارة. شيان بيوضح له انه في ليلة الغد هينتقل لمكان الاختبار الرسمي، وكل ما ارتفع تقييمه قبل دخوله الاختبار كان المركز اللي هيحصل عليه اعلى. بالنسبة لنوع الاختبار نفسه فللأسف ما حدش يعرفه لانه بيتغير كل سنة. ما هو في مرة كان امتحان ورقي عادي مدته ساعة إلا ربع بس يا صديقي، وفي مرة تانية كان اختبار النجاة في وسط البرية لمدة 3 شهور بحالهم. شين بيسأله هستعد ازاي كده، فبيرد شيان بانه ما ينفعش يستعد، ولكن كل ما تقييمه كان اعلى قبل دخول الاختبار كل ما يحصل على حاجات وجوائز اكتر تساعده في اجتياز الاختبار ده. اول مهمة لبطلنا من برج الطارو بيتم تحديدها بعد لحظات. في المهمة دي بيطلبوا منه ياخد تنين اللهب الازرق في جولة حول البحر الجنوبي ويطير هناك شوية حلوين وبعدين يرجع من تاني. شين بيكون مفزوع فبيفكروا نظام الكروت بانه يقدر يلغي مهمة واحدة كل ساعة. شيان بيتدخل وقتها وبيقول له ان مهمات برج الطارو معظمها مستحيل، وبالتالي مفيش داعي يتعب نفسه ويحاول يعملها مع انها هترفع تقييمه جامد. شيان بيكمل وبيقول له في مهمات تانية سهلة ولكنها موجهة ناحية النبلاء الجامدين وبس، لانهم يقدروا يستخدموا موارد كتيرة عشان يساعدوا اولادهم في انجازها ورفع تقييمهم. شين بيكتشف لحظتها انه يقدر يشوف كل المهمات المتاحة ليه حاليا. بيبدأ يعمل كده فعلا، ولكن صدمته بتزيد اكتر مع كل مهمة بيشوفها، لان المطلوب فيهم بيكون هزيمة آلاف الشياطين او جمع مئات الالاف من المخطوطات القتالية. من وسط كل المهمات دي اخيرا بيلاقي مهمة بسيطة شوية وفيها مطلوب منه يهزم اي طالب في نزال ودي. شيان بيقول له ما تحاولش تعمل المهمة دي لانها من المهمات المخصصة للنبلاء بجد، بما انهم بيكونوا بيمتلكوا معدات جبارة وبيستغلوها في هزيمة العوامل اللي زيه كده. بيشاوروا له بعدها على شانج صاحبه اللي بيكون مرمي على الارض بعد ما تم هزيمته على يد واحد من ولاد الناس الغنية. الواد الغني بيكون حزين لان شانج شكله مش من اصحاب التقييمات اساسا، بما ان تقييمه الخاص ما زادش حتى بعد ما هزموه. شين بيكون متعصب وعايز يساعد شانج، ولكن شيان بيمنعه وبيقول له ان الفريق الطبي دايما مستعد للمشاكل دي واصابة شانج تعتبر خفيفة. شيان بيحذر بطلنا ان ساعات في اشخاص بيموتوا في الاختبار ده، ومع ان اللي بيعمل كده بيتم اقصائه وبيتحبس، الا ان ده مش بيفيد اللي مات نفسه في اي حاجة. قبل نزول بطلنا من على سطح الطيارة بيتفاجأ برسالة جديدة بتقول له تم منحك لقب. اللقب ده بيكون الغارق بما انه في حالة خطر مستمر وممكن يموت في اي وقت. شين بيتفزع وبيسأل نفسه ازاي برج الطارو بنفسه منحني لقب زي ده، مع ان شين وضح لي ان الجزيرة كلها تحت المراقبة وان حياتي مش هتكون في خطر عليها. شين الحزين بيخرج من صدمة لصدمة تانية اكبر منها يا صديقي، لما بتجيله رسالة بتقوله ان شياو بعتله طلب تحدي وما ينفعش يرفضه مهما حصل. قبل ما يفهم اللي بيحصل حتى بيتفاجأ بيها بتشاور له من بعيد وبتبتسم، وعشان كده شيان بيودعه وبيقول له هسيبكوا سوا يا عصافير يا صغيرة. لما بطلنا بيقترب من شياو بتشكره على علاجها آخر مرة ومساعدتها في رفع مستواها، وبيقول شين في نفسه
نفسه انه ملاحظ ان لقب سيدة السيف بتاعها على وشك التطور. شياو بتاخده بعدها لقاعة التدريبات واللي فيها غرف تدرب كتير جدا، وبتقوله ان الغرف دي مجهزة للقتال والتدرب وعازلة للصوت كمان. وسط كلامهم سوا بيتفاجئوا بتحطم احدى الغرف واندفاع واحدة منها بقوة لبرا. البت اللي بيتم دفعها دي بيتم التنمر عليها من قبل واحد من النبلاء، واللي بيحاول انه يهزم اكبر قدر من الطلاب عشان يرفع تقييمه. شين بيتعرف على شكل تيخا ده وبيقول انه رقم 17 في تقييمات البطاقات، وبتصعب عليه البت لان هو وبقية النبلاء هيتحدوها بشكل متتالي عشان يرفعوا تقييمهم. بس تيخا لما بياخد باله من وجود شين بيطير من الفرحة طبعا يا صديقي، وبيقول مش مصدق ان في مشارك تاني بنجمة واحدة بس جالي لحد عندي. في اللحظة دي شياو بتتدخل وبتحط سيفها قدام شين، وبتوضح لتيخا انه تبعها ولو اقترب منه هتعجنه ضربة. تيخا بينفعل طبعا وبيحاول يهجم عليها لانها المفروض نبيلة زيه، ولازم يساعدوا بعض في رفع تقييماتهم عن طريق هزيمة الضعفة دول. بحركة بسيطة بس من سيف شياو بتقدر انها تمزق هدومه كلها بشكل كامل. تيخا بيطلع يجري من المكان بعدها، في حين ما بيسأل بطلنا شياو لو كانت هتتحداه في معركة بجد. شياو بتطمنه وبتقوله انها بتتحداه بس عشان يكون تحت حمايتها مش اكتر، بما ان وجوده في تحدي معاها هيمنع اي حد تاني من تحديه. شياو بتوضح له ان عشان اي حد يقطع التحدي اللي بينهم لازم يهزمها، وساعتها بيفرح شين وبيقول لها مستحيل حد يعمل كده لانك من ضمن اقوى المنافسين. شياو بتقول له ان ما حدش قوي بما فيه الكفايه هيحاول يتحداها اساسا، لان الاشخاص اللي زي سيرو عندهم فخر عالي ومش هيحاولوا يتنمروا عليه اساسا. شياو بتوضح له انهم مش هيتعبوا نفسهم بمحاوله جمع النقاط زي الناس الضعيفه، بما انهم يقدروا يهزموهم اي وقت لو تخطوهم في ترتيب البطاقات. لما بيدخلوا احدى الغرف بعدها بيقول شين انه لما يجي يتمرن هيحجز غرفة زي دي بعد كده، ولكن شياو بتوضح له ان ده مستحيل لانه لازم يكون من عائلة نبيلة او بيمتلك 5 نجوم. شين بينفعل من كلامها وبيقول لها تبا للعنصرية بتاعت النبلة دي يا ست شياوة. البت بتقول له بلاش كلام جانبي يا اسطى وخلينا نركز في المهمة، بما اني جبتك هنا عشان اعرف اكلمك بخصوص البت زاوة. شياو بتحكي له اللي حصل وان زاو كانت هي اللي عرفتها مكان الحاصد ولكنها ماتت، وبما ان في هالة ظلامية خدت جسد الحاصد فممكن تكون خدت جسدها هي كمان. بصوت مصدوم شين بيقول لها كلامك ده معناه ان الحاصد لسه حي برضه. شياو بترد عليه بالايجاب وبتقول له ان زاو المفروض هتشارك في الاختبار ده زيهم بالظبط، وبما انها مش بتتحرك لوحدها فاكيد هيكون معاها الحاصد وهيحاولوا يدوروا عليه باي شكل، وعشان كده لازم يتجنب الرد على رسائل زاو كليا. شين بصوت مفزوع بيقول لها الحوار ده اكبر مننا ولازم نبلغ كلهم بيه، ولكن شياو بترد عليه بانها عملت كده خلاص ولكن محدش رد عليها. شين بيفتكر لحظتها انه لما حاول يطلب الشرطة تساعد البت الصغيرة محدش عبر فيه، وبتقول له شياو ان في شخص قوي بيدعم الحاصد وبيغطي على جرايمه كلها. المصيبة الاكبر ان العائلات النبيلة الكبرى كلموا عائلتها صباح اليوم ده وعايزين يجوزوها لواحد عجوز 50 مراته لسه ميتة من شوية. شياو بتوضح له انها ما قدرتش ترفض للاسف وقالت لهم انها محتاجة لكام يوم تفكر، ولكنها في الحقيقة هتنضم لأحد المدارس الكبار بعد الاختبار وتقطع كل علاقتها بعائلتها. شين بيتفزع من كلامها وبيسأل نفسه لو كانوا بيعاملوا العبقرية شياو بالشكل ده فيا ترى هيعاملوني انا ازاي وانا بالنسبة لهم مجرد حشرة ضعيفة عديمة النفع. شياو بتقطع افكاره من تاني لما بتقوله يركز على المهمة حاليا، بما انها جابته هنا عشان تعلمه فن سيف عائلة لو بتاعها. بتبدأ تستخدم التقنية قدامه بالفعل وسط شعور شين بالذهول، بما انه عارف كويس ان الفن القتالي لكل عائلة يعتبر شرف العائلة وما ينفعش حد من براها يتعلمه. شياو بتعرفه باسم التقنية واللي بيكون تقنية السيف الموجي وبتسأله لو كان حابب يتعلمها. شين بيقول لها اكيد اي حد يتمنى انه يتعلمها ولكني مستحيل اعمل كده لاني عارف ان عيلتك هتعاقبك اكيد. كلامه بيكون صادم بالنسبة لشياو لان اي حد مكانه كان وافق فورا، ومع كده فهو كان مركز بس على العواقب اللي ممكن تحصل لها. وش البت بيحمر لما بيقول لها انه بس خايف عليها، وبتقول في نفسها انها لازم تعلمه تقنيتها كرد لجميل انقاذ حياتها من ايد الحاصد. شين بيقطع افكارها لما بيقول لها انه معوش سيف، ولما بتساله عن سيف سقوط الليل بيقول لها انه لقاه بالصدفه في الفندق وسابه هناك.
شياو بتقول له مفيش أي مشاكل بما إني عملت حسابي وجبت لك تقنيات كتير تانية مش بتحتاج السيف. وهي بتقول له أسامي التقنيات بيلفت نظره اسم تقنية كف الرعد وبيسألها عنها. شياو بتقول له إنها تقنية نادرة مش موجودة غير مع 7 عائلات نبيلة بس. شين مش بيهتم بالكلام ده وبيفتكر إن التقنية دي تبقى بتحمل نفس اسم التقنية اللي هو محتاجها عشان يحصل على التقنية السرية بتاعة النظام. بيسأل شياو عن مصدر التقنية دي وبترد عليه بإنها تم العثور عليها جوه أنقاض الجزيرة دي. شياو بتقول له خلي بالك إن التقنية دي صعبة التعلم ولازم موهبتك أو قدرة استيعابك يعني تكون عالية عشان تتعلمها بسرعة. النظام بيبلغ بطلنا لحظتها إن قدرة استيعابه تبقى نقطة واحدة بس حاليا، ووقتها شين بيحط ال10 نقاط كلهم اللي معاه في قدرة الاستيعاب وبيركز مع شياو. بعد نهاية عرضها بتقول له لو كان حتى فهم أساسيات التقنية ولا لسه. شين بيقول لها أنا فهمتها ولكن التقنية شكلها ضعيف الصراحة وأكيد أنت بس عملتي غلطة ولا حاجة خلال تنفيذها. شياو بتستغرب وبتقول له إن أي حد يتعلم التقنية دي يقدر يضمن عيشة مريحة لبقية حياته، وبتسأله عن الغلط اللي عملته بالظبط لأنها مستحيل تكون تقنية ضعيفة. شين بيبدأ يشرح لها وبيقول لها كلام كتير كله هبد ولكننا ملناش دعوة بيه يا صديقي. المهم من كل ده إنه بيقدر يصحح أخطائها بالكامل وبيوريها الطريقة الصحيحة لاستخدام التقنية وسط صدمتها. شياو بتوضح له الموضوع بعدها وبتقول له إنها سيفة قوية ولكن فنونها القتالية اليدوية ضعيفة وبالتالي فمن المنطقي إنها ما تقدرش تستخدم التقنية دي بشكل صحيح. بتمنحه كتاب التقنية الكامل بعدها فبيبلغه النظام إنه كل ما يرفع قدرة استيعابه هيزيد إتقانه للمهارة ويقدر يوصل لمستوى سيء كبير فيها لو امتلك 15 نقطة في قدرة الاستيعاب، لكنه بما إنه بيمتلك 11 نقطة بس حاليا فيقدر يوصل لمستوى خبير وده تاني مستوى يا صديقي وبعده سيد وفي الآخر سيد كبير. بمجرد ما شين بينتهي من إظهار قوته الجديدة بيتم تحديث مستواه وبيعرف إن تقييمه الحالي أصبح 2. نظام الكروت بيبلغه إنه يقدر يغير مظهره وهيئة شعره لو حابب فبيفرح، ولكن ده بس لحد ما بيشوف التغيير الجديد وبيكون عايز وقتها ينط من شباك الدور الأرضي. بعد نهاية الحوار ده كله بيودع بطلنا شياو واللي بتقوله إنها هتفضل في الغرفة دي عشان تتمرن شويتين. شين بيشكرها وبيطلب منها تبلغه بأي جديد تعرفه بخصوص الحاصد ده وبتوعده شياو إنها هتعمل كده ولما تقابله بكرة هتقوله على كل جديد. لحد هنا بقى يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا واللي بيها تقريبا خلصنا حوالي نص الفصول المتاحة بس. فلو عجبك الملخص وكنت عايزنا نكمل في الحكاية ما تنساش تدعمنا بلايكات الجميع وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.